امرأة. المرأة تتعلم ولا تعلم. ما شفناش حد من تلاميذ السيد المسيح اللي كان امرأة. ما عندناش مشكلة ان امرأة تقوم بكده، لان احنا نظرتنا للمرأة انها زيها زي الرجل. لو جالها ألم الدورة الشهرية طب هتعتذر عن القداس؟ المرأة قسيس، يعني السيدة آن إيميل زكي تقدمت بطلب لكي تكون قسيسا وفقط الكنيسة الإنجيلية. خلافات بين الطوائف المسيحية المختلفة بسبب ذلك. معايا داخل الاستوديو القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية شبرا. قس رفعت أهلا بيك. أهلا بحضرتك. والقمص عبد المسيح بسيط مدير معهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة وأستاذ اللاهوت. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. تعال نشوف هذا التقرير قبل ما اسمع رأي القمص عبد المسيح بسيط اللي فيه بعض الآراء اللي بتعترض تماما وتحتج على هذا الكلام. التاريخ الروحي كله لم يذكر ان المرأة ليها دور في خدمة الكلمة. وايضا بالمنطق لو قلنا ان المرأة تترسم قسيس كان بالاحرى اول واحدة تستحق انها تكون قسيس هي العذراء مريم. لكن لو قلنا من واقع الكتاب المقدس، من واقع المكتوب، هلاقي مثلا كلام الكتاب في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح 2 ويمكن عدد 11 و12 بيقول كلام جازم: لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. كلام جازم إن المرأة تتعلم ولا تعلم. يبقى إذن ما أقدرش أرسمها قسيس في الكنيسة. كتابيا لا يوجد نص في الكتاب المقدس يعطي أن تكون المرأة قسيسة. حتى أن السيدة العذراء وهي أم السيد المسيح له المجد، وهي كانت أولى أن تكون تخدم داخل المذبح وأن تكون في رتب الكهنوتية، لكن كانت خادمة. والنساء اللواتي كنا مع السيد المسيح كنا خادمات لكن لم تكن قسيسات. كمان السيد المسيح لما أرسل التلاميذ ليكرزوا بالبشارة وبالملكوت قال اذهبوا اثنين. ما شفناش حد من التلاميذ السيد المسيح اللي كان امرأة. حتى لما يهوذا خال السيد المسيح لما اختار بديل ليه كان رجل ولم تكن امرأة. طبعا كمواطن طبعا ارفض طبعا هذا المنطق، لان طبعا اعباء الكهنوت طبعا اعباء طبعا يعني جامده جدا. من الصعب انه اي واحده يعني تحملها يعني او تخدم الخدمه ديت، لانه عمل الكاهن عمل شاق جدا. في الكنيسه الانجيليه اعتراف بسر الكهنوت من اساسه، فهم ما بيعترفوش بسر الكهنوت، وبالتالي ما فيش اعتراف باختيار المرأة في سر الكهنوت. الحاجة الثانية ان الكنيسة الانجيلية بتتخذ مجموعة من القرارات فيها نوع من التخبط وفيها تعارض مع قرار الانجيل نفسه. واذا كانت الكنيسة الانجيلية تهدف فما هو السند الانجيلي التي اعتمدت عليه تلك الكنيسة الانجيلية في هذا القرار. النقطة الثانية ان كبار الكهنة في الكنيسة الانجيلية يعارضون هذا القرار في موافقة الأسيس سامح موريس، وده أحد أعلام وأقطاب الكنيسة الإنجيلية. الأسيس سامح موريس أعلن رفضه لاختيار الكهنة،
المرأة في منصب قسيس، فكيف لمجموعة من الكهنة من القساوسة الإنجيليين لا يزيد عددهم عن أصابع اليد الواحدة أن يتخذوا قرار بالمخالفة للإنجيل؟ ده شيء طبعا فوجئنا بيه كلنا، وطبعا ده تصريح غير مسؤول ويخالف تعليم الكتاب المقدس ويخالف تعليم القوانين زي ما احنا قلنا. وطبعا انا في بدايه كلامي قلت لك ان الواحده لو قسيسه ازاي تبقى هي حامل وتروح الكنيسه، الواحد ازاي مثلا بيجي يقبل ايد ابونا يقبل ايد امراه، حاجه يعني. تاني حاجه لو جالها الام الدوره الشهريه طب هتعتذر عن القداس، حاجات طبعا تخالف الكيان المراه كامراه يعني. يقبل ايد ابونا يقبل ايد امراه. المرأة تتعلم ولا تعلم. ما شفناش حد من تلاميذ السيد المسيح اللي كان امرأة. لو جالها الام الدوره الشهريه طب هتعتذر عن القداس. فيجب أن يمارس أسرار الكنيسة الكاهن سواء أسقف أو القسيس أو الشماس إذا كان شماس كامل كمساعد. ممارسة أسرار الكنيسة بتبتدي طبعا بأنها بتعمد الناس. فيش في تاريخ الكنيسة أن واحدة ست عمدت قامت بمهمة أنها تعمد غير المؤمنين تحولهم إلى مؤمنين. فده خاص بالرجل. الكهنوت على المذبح لما بنيجي نصلي على الخبز وجزء من الخمر عشان يتحول إلى جسد الرب ودمه كويس، إلى جسد حقيقي ودم حقيقي في شكل ظاهري هو الخبز والخمر، فبيمارسوا الراجل. فالأسرار الكنسية سر الاعتراف كل الأسرار الكنسية بتبقى مرتبطة بالرجل بحكم طبيعته يعني كرجل. فهنا ولماذا لا تصلح لها المرأة؟ أنا لسه هكمل كلام. أنا بقول لحضرتك فعبر التاريخ من هنا كان مع السيد المسيح تلاميذ وتلميذات. السؤال هنا ما هو كان دور التلميذات مع الرب يسوع المسيح؟ كانوا دورهم انهم بيساعدوه في الخدمه، بينفقوا من اموالهم لانه كانوا بيعتمدوا على التبرعات. ده كان دورهم. قس يؤنس كمال بيقول تعقيبا على درع الكنيسه الارثوذكسيه في الجيزه ان الكتاب المقدس يحرم على المراه رفع صوتها داخل حرم الكنيسه، وبالتالي لا يجوز ان تعمل قسيسا يعني. ده تفسير للنص وفقا لظاهره، لكن لازم ارجع اشوف ده اتكتب ليه في اي سياق في اي حضاره. طب ما الرسول بولس مثلا قال ايها العبيد اطيعوا سادتكم. يجي النهارده واحد من اعداء المسيحيه يقول لي المسيحيه ترسخ للعبوديه، ادي بولس بيقول ايها العبيد اطيعوا سادتكم. اقول له لا، وقت ما بولس كتب هذا النص كان في عبوديه، لكن النهارده ما عادش في رق، ما عادش في عبيد. اذا هذا النص يفسر في ضوء سياقه. طيب اخد الانبا كرولوس اسقف ناجي حمادي. انبا كرولوس اهلا بيك. انبا كرولوس سامعني؟ انا معك. حضرتك سامعني؟ انا كنت لسه بأعيد إلى مسامعهم ما قلته من أنه يعني فيما يتعلق باعتراضك على أن تكون المرأة قسيسا يعني، وأنه الإنجيليون هنا يثيرون القضية من زاوية حقوقية، بمعنى أنهم يقولون حتى القس إكرام لمعي قال أن دي رسالة للطوائف المسيحية نثبت لهم من خلالها أننا الكنيسة الأكثر استنارة من الطوائف الأخرى. القضية عندهم قضية تتعلق بالاستنارة وقضية حقوقية تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة. لماذا لا تكون المرأة قسيسا إذن؟ أولا احنا بنرتبط بنص إنجيلي. الكتاب المقدس بيقول لك لا يجب للمرأة أن يعلى صوتها في الكنيسة، وإن أراد أن تسأل عن شيء فلتسأل لرجلها في البيت. صوتها لا يعلو. وإن أراد أن تسأل عن شيء فصوتها تسأل رجلها في البيت. بعد كده عندنا قوانين الآباء الرسل بيقول لك الكهنوت للرجل لأن الرجل هو رأس المرأة. الرجل هو رأس المرأة والرجل هو بيمثل الله، والمرأة خلقت من الرجل. وبالتالي كل تعاليم العهد القديم وربنا يسوع المسيح لم يختار له في تلاميذه الاثنى عشر والآباء الرسل امرأة، ولكن كانوا ال12 تلميذ و70 رسول رجال مختارين للقيادة وللكرازة في العالم كله. وإن كانت خدمة المرأة هي خدمة المرأة في مجتمعات النساء فقط،
وليس في المجتمعات العامة. طيب هذا ما تسلمناه احنا ثابتين عليه. وبعد كده في ظروف تانية بتيجي للمرأة شهريا تمنعها من دخول الكنيسة. زي ايه؟ يعني زي ايه؟ ايام الحيض. وزي ايه؟ فترة الوضع اللي كانت انجبت ولد 40 يوم، اللي كانت جابت بنت 80 يوم. وبعد كده في ظروف تانية بتيجي للمرأة شهريا تمنعها من دخول الكنيسة. زي ايه؟ يعني زي ايه؟ ايام الحيض. وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها ف7 أيام تكون في طمسها، وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمسها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من مس فراشا يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء. وإن اضطجع معها رجل فكان طمطها عليه يكون نجسا 7 أيام، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا. وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها 7 أيام ثم تطهر، وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتي بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاسته. وزي فترة الوضع اللي كانت انجبت ولد 40 يوم، اللي كانت جابت بنت 80 يوم. وزي فترة الوضع اللي كانت انجبت ولد 40 يوم، اللي كانت جابت بنت 80 يوم. إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمس علتها تكون نجسة. وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 كما في طمسها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. فكيف أنا أقيمها جسيسة في الكنيسة والنصوص إنجيلية من العهد القديم، سفر اللاويين وسفر التثنية وتعليم الآباء الرسل تمنع ذلك؟ هل أنا أخالف الكتاب المقدس وأقول دي استنارة؟ طيب يعني خلينا اسمع القس رفعت فيك هنا. لماذا ترفعون شعارات الاستنارة؟ هو بيقول حتى انه المرأة، يعني نفس ما قلته، انه المرأة لا يجب ان يعلو صوتها داخل الكنيسة، بل انه لو عايزة تسأل جوزها في البيت. ومن ناحية تانية نفس الموانع الجسمانية المتعلقة بالدورة الشهرية. الحقيقة مش احنا اللي بنرفع شعارات الاستنارة، المسيح كان رائدا تنويريا، المسيح كان ثوريا. المجتمع اللي ظهر فيه السيد المسيح كان مجتمع الراجل اليهودي فيه بيصحى كل يوم يصلي يقول له رب أشكرك لأنك خلقتني رجلا وليس امرأة. الكنيسة الإنجيلية وفقط على أن تكون المرأة قصيصا، لكن معظم الطوائف المسيحية حتى موقف الفاتيكان، يعني عايز أن أقوله لك كمان أنه يعتبر أنه يقع في الحرام على السواء وبطريقة آلية كل من يحاول
منح سر الكهنوت لامرأة، وكل امرأة تحاول نيل هذا السر.